الكلمة إلى السيد هاني أحسن نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السيد الرئيس المحترم الفاضل، السادة أعضاء الحكومة الأفاضل، السيد المجاهد العقيد عمي حمزة عوفي ابن القاعدة الشرقية الأمين العام لمنظمة المجاهدين، السيد رئيس لجنة الدفاع الوطني ومكتبه وأعضائه، السادة أعضاء اللجنة الموقرة التي أعدت قانون تجريم الاستعمار، زملائي زميلات النواب، إطارات الدولة الحاضرة معنا، الأسرة الإعلامية، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفني أن أتدخل اليوم باسم المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار في إطار هذه الجلسة المخصصة للمناقشة العامة حول مشروع قانون تجريم الاستعمار، وهو مشروع لا يمكن التعامل معه كنص تشريعي عادي، لأنه يمس في جوهره الذاكرة الوطنية والسيادة التاريخية والكرامة الجماعية للشعب الجزائري. إن هذه المداخلة تنطلق من قناعة راسخة مفادها أن الأمم التي لا تحسم موقفها من ماضيها تعجز عن بناء مستقبلها بثقة، وأن الجزائر بتاريخها وتضحيات شعبها ليست معنية بالصمت أو التردد حين يتعلق الأمر بذاكرتها. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، لقد خضعت الجزائر لأحد أطول وأقسى أشكال الاستعمار في العصر الحديث، وهو الاستعمار الاستيطاني الاحتلالي الذي لم يكتفي باحتلال الأرض، بل استهدف الإنسان الجزائري في وجوده وهويته وكرامته. وقد خلفت هذه الحقبة مجازر جماعية موثقة، وسياسة تهجير واقتلاع ممنهجة، ومصادرة واسعة للأراضي والثروات، وتعذيبا وقتلا خارج أي إطار قانوني، ومحاولات منظمة لطمس اللغة والدين والثقافة وكل ما هو جزائري أصيل. إن هذه الوقائع لا تنتمي إلى الخطاب العاطفي، بل إلى سجل تاريخي موثق بالأرشيف والشهادات والقرارات الدولية، وتشكل وفق المعايير القانونية المعاصرة جرائم ضد الإنسانية. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن مشروع قانون تجريم الاستعمار لا يهدف إلى استدعاء الماضي من أجل الثأر، بل إلى تثبيت الحقيقة التاريخية في إطار قانون سيادي يحمي الذاكرة الوطنية من التزييف، ويمنع أي محاولة لتبييض أو تبرير الاستعمار، وهو يأتي تتويجاً وتجسيداً لمساعي الدولة الجزائرية الراسخة في هذا المجال على جميع المستويات. فالجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لم تدخر جهداً في تحويل هذا الملف الأخلاقي والتاريخي إلى قضية دولية. وكانت القمة رفيعة المستوى التي استضافتها الجزائر مؤخراً تحت عنوان نداء الجزائر للعمل من أجل إحلال السلام والمصالحة، شاهدة ومحطة محورية في هذا المسعى، حيث اجتمعت أطراف دولية وشعوب تعرضت لويلات الاستعمار لتوحيد الرؤى وصياغة إطار عمل مشترك يهدف إلى التعريف بالجرائم الاستعمارية ورفع مستوى الوعي العالمي بطبيعتها الإجرامية وآثارها المدمرة والممتدة. كذلك السعي نحو اعتراف دولي واسع بهذه الجرائم كجرائم ضد الإنسانية
لا تسقط بالتقادم. تشكيل قوة دفع دولية تضغط من أجل إدراج هذا الملف بشكل رسمي في أجندات المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية. رفض ومقاومة أي محاولات لتزوير التاريخ أو تقديم صورة رومانسية زائفة عن حقبة الاستعمار على أنه بنى الأوطان أو زرع الحضارة والثقافة بين الشعوب المستعمرة. إن هذا المؤتمر لم يكن حدثاً عابراً، بل هو ترجمة عملية لإرادة سياسية جزائرية ثابتة ترفع صوتها عالياً، ليس فقط دفاعاً عن ذاكرتها بل دفاعاً عن جميع الشعوب التي نزفت تحت نير الاستعمار في كل مكان وزمان. إنه يؤكد أن دور الجزائر التاريخي لم يتوقف عند تحرير ترابها، بل امتد ليكون صوتاً للضمير العالمي وداعية لإحقاق الحقوق التاريخية. وترى المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار أن هذا المشروع التشريعي يكرس حق الجزائر في توصيف تاريخها دون وصايا، ويمنح الاعتراف القانوني الداخلي لمعاناة الشعب الجزائري، ويكمل المسار الدبلوماسي الدولي، وينقل ملف الذاكرة من دائرة الخطاب السياسي إلى مجال التشريع الوطني والمؤسسات، ويعزز الموقف التفاوضي للدولة الجزائرية على الصعيد الدولي. كما أن هذا القانون يحمل رسالة واضحة للأجيال الصاعدة، مفادها أن الحرية التي ننعم بها اليوم ليست منحة، بل هي ثمرة تضحيات جسيمة، وأن الدولة تتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية هذه الذاكرة ونقلها بأمانة. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن السيادة الوطنية لا تقاس فقط بالحدود والمؤسسات، بل بقدرة الدولة على الدفاع عن روايتها التاريخية وحماية ذاكرتها الجماعية محليا ودوليا. إن هذا المشروع لا يستهدف أي شعب، بل يستهدف فكرا وجرائم، ولا يتعارض مع مبادئ التعاون الدولي القائم على المساواة، ولا يغلق أبواب الشراكة أو الحوار، بل على العكس فهو يؤسس لعلاقات متوازنة وصحية تقوم على الوضوح في قراءة التاريخ، الاعتراف بالآلام والجراح، والاحترام المتبادل لكرامة الشعوب وذاكرتها. فلا مصالحة حقيقية دون حقيقة، ولا شراكة متكافئة دون احترام الذاكرة الوطنية. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، يحمل هذا المشروع بعداً إنسانياً عميقاً، لأنه يمس ذاكرة ملايين الجزائريين، خاصة عائلات الشهداء وأبناء المجاهدين وضحايا السياسات الاستعمارية الذين ما تزال آثارها قائمة إلى اليوم. ونحن نناقش هذا القانون لا نستحضر صفحات الماضي فحسب، بل نواجه واقعا ملموسا يستمر في انتزاع الأرواح وتجويه الأجساد والأرض حتى يومنا هذا. فجرائم الاستعمار لم تتوقف عند حدوده الزمنية، بل زرع إرثا مميتا. إن التجارب النووية 17 التي فجرت في رقعة الصحراء الجزائرية، التفجيرات النووية التي فجرت في رقعة الصحراء الجزائرية لم تكن مجرد تفجيرات ذات طابع علمي، بل كانت جرائم بيئية وإنسانية مكتملة الأركان. لم يسلم من آثارها لا الإنسان ولا الحيوان، ولا الماء ولا الهواء، فقد تسببت في تلوث إشعاعي واسع لمساحات شاسعة في هذه الأرض الطيبة، وأدت ولا تزال تؤدي إلى انتشار الأمراض السرطانية والتشوهات الخلقية والجينية بين سكان المنطقة، وهي معاناة تحملها الأجيال المتعاقبة
كوصمة عار على جبين الإنسانية جمعاء. إن خط شال وموريس لم يكونا مجرد ترتيبات عسكرية ظرفية، بل كان سياسة استعمارية ممنهجة هدفت إلى عزل الثورة التحريرية وقطع أوصال الوطن وخنق حركة المجاهدين عبر إقامة إسلاك كهربائية مكهربة ومناطق محرمة وحقول ألغام كثيفة في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الإنسانية. وقد خلفت هذه الخطوط آلاف الضحايا من المدنيين والمجاهدين، وحولت مساحات واسعة من الأرض إلى مناطق موت دائم لا تصلح للحياة ولا الاستغلال الآمن. إن الألغام المزروعة على طول الحدود الشرقية والغربية تمثل إحدى أخطر الجرائم الاستعمارية الممتدة، لأنها لم تتوقف بانتهاء الاحتلال، بل واصلت حشد الأرواح بعد الاستقلال، مستهدفة الفلاحين والرعاة والأطفال الأبرياء، كما أعاقت هذه الألغام التنمية الاقتصادية واستنزفت إمكانيات الدولة الجزائرية في عمليات تطهير مستمرة، ولا تزال تشكل تهديدا قائما للأمن الإنساني. إن تجريم الاستعمار هو إنصاف رمزي وقانوني لهؤلاء، ورسالة واضحة بأن الدولة الجزائرية لا تنسى أبنائها ولا تتنكر لمعاناتهم ولا تقبل المساومة على تاريخهم، وهو تتويج للجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة على الصعيدين الدبلوماسي والتاريخي لرفع الظلم عنهم وعن جميع ضحايا الاستعمار في العالم. وانطلاقا مما سبق، تؤكد المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار دعمها المبدئي والثابت لمشروع قانون تجريم الاستعمار، باعتباره امتدادا طبيعيا وتشريعيا للسياسة الوطنية والدور القيادي للجزائر في هذا الملف، ودعوتها إلى نقاش برلماني هادئ ومسؤول يثري النص دون المساس بروحه السيادية والأخلاقية والتاريخية، وتأكيدها على ضرورة صياغة قانون واضح متوازن وقابل للتطبيق يعزز المكانة الدولية للجزائر كدولة رائدة في الدفاع عن حقوق الشعوب في الذاكرة والحقيقة، وتشديدها على إدراج البعد التربوي والذاكرتي حماية للأجيال القادمة، وربط هذا التشريع بالجهود الدولية التي تقودها الجزائر. السيد الرئيس، السيدات والسادة الحضور، إن مناقشة مشروع قانون تجريم الاستعمار اليوم ليست إجراء تشريعيا عاديا ولا اختلافا ظرفيا في الرأي، بل هي لحظة وعي وامتحان ضمير ومسؤولية تاريخية أمام الله وأمام الشعب وأمام التاريخ. فنحن تحت قبة هذا البرلمان لا نمثل أنفسنا فقط، بل نمثل ذاكرة أمة بأكملها ودماء شهداء لم يطلبوا جزاء ولا شكورا، سواء تبقى الجزائر حرة سيدة قرارها وفية لتاريخها. ونمثل أيضا مسيرة دبلوماسية جزائرية نشطة تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها الدولية. إن المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار تؤكد بكل وضوح أن الصمت عن الجرائم ليس حيادا بل تفريطا، وأن تسمية الاستعمار باسمه الحقيقي ليست تصعيدا بل تصحيح للتاريخ وحماية للذاكرة الوطنية ومواكبة للجهود القيمة على الساحة العالمية. إن هذا القانون فهو موجه من أجل الجزائر، من أجل حقها في الحقيقة وحقها في الذاكرة وحقها في أن تقول للعالم إن ما وقع على هذه الأرض الطيبة كان جريمة استعمارية مكتملة الأركان، لا مرحلة حضارية ولا مهمة تمدينية، وهو في نفس الوقت الذي ترفعه الجزائر بكل ثقة في المحافل الدولية. وقد جاء في بيان أول نوفمبر 1954 الاستقلال الوطني عن طريق إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية. ومن هذا المنطلق
فإن تجريم الاستعمار هو وفاء عملي لهذا المبدأ المؤسس وتجسيد لمعنى السيادة التي قامت من أجلها الثورة، وصيانة لذاكرة الشهداء التي لا تقبل النسيان ولا المساومة، وتماشيا مع هذا المسعى الوطني والدولي الذي تتبناه قيادتنا، فلنكن في مستوى تضحيات شعبنا، ولنكتب بأيدينا ما حاول غيرنا طمسه، ولنؤكد بقوة القانون والمؤسسات والتحالفات الدولية التي تبنيها الجزائر أن الجزائر التي انتصرت بالأمس بالسلاح قادرة اليوم أن تنتصر بالموقف وبالتشريع وبالدبلوماسية النشطة وبحماية ذاكرتها الوطنية ونقل صوتها العادل إلى العالم. وأختم هذه الكلمة بأقوى مقطع في النشيد الوطني الجزائري عندما يقول الشاعر الكبير مفدي زكريا: يا فرنسا قد مضى وقت العتاب وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. عاشت الجزائر حرة آمنة مستقرة واحدة موحدة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكر السيد هاني أحسن نيابة عن رئيس المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار على هذه المداخلة